من العاصمة الإسماعيلية مكناس قدم أفراد هذه الأسرة والوجهة المركز الاجتماعي للتكفل بالأشخاص المسنين بدون مأوى بمدينة الحسيمة. يحدوهم شوق وحنين لعناق الأم رحمة بعد أن اختفت عن أنظار أسرتها لمدة تقارب سنتين جراء ظروف اجتماعية ونفسية طارئة. ظهورها على شاشة القناة الثانية في نشرة المسائية يوم عيد الأضحى سهل مأمورية هذا اللقاء. كيتفرج خالي في التلفازة في إذاعة دوزيم نهار العيد حتى بانت لنا. ملي بانت لنا قلنا غنقبطوا عطلة وغادي نمشيو لعندها نشوفوها ونجيبوها معنا، ميمكنلناش نخليوها تما. فاش جينا الله يجازيهم بخير لقينا هاد الناس ماليين فيها والله يكثر خيرهم ودايرين من المجهود ديالهم، وتنشكروا الإذاعة دوزيم اللي بيناتنا هاد السيدة تعرفنا عليها بزاف. فرحت بزاف عاد، والله يرحم الوالدين ورحم الوالدين الزهرة بوعلام، دارت فيا الخير كبير، والله يخلي لنا هاد السيدة هادي حتى هي وفدوى وهادي، الله يرحم ليهم الوالدين ويخلي، والله يكتر خيركم، سمحوا لي ولا درت لكم شي حاجة. والله فرحت بولادي مني جاو عندي، فرحت ليهم بزاف. اجتماع بعد طول غياب ولقاء بعد فراق جاء ليضمد جراح الأم رحمة التي عانت مرارة الحرمان من الدفء العائلي. عودة رحمة إلى حضن ابنها وأفراد أسرتها الكبيرة جاء ليصحح وضعا اجتماعيا مختلا. نعيطوا في التليفون ان شاء الله، فرحنا بزاف وعجبنا الحال، وكنتمنى والله يعني هاد الولاد يتهلاو في والديهم باش ما يبقاش فيه الحال، باش ما يمشيوش من ديورهم من ديور ولادهم، يعني يديروا الخير. ودابا الشكر الكبير هو للدوزام اللي يعني اكتشفت هاد السيده، حبابها ولادها وخوتها، وحنا فرحانين. توديع الأم رحمة التي تجاوز سنها 75 عاما لم يكن بالأمر الهين على قلوب نزيلة مركز الأشخاص المسنين، فسمعتها الحسنة ونزها لعلاقات طيبة مع الجميع جعل ذكرها تبقى موشومة في قلوب نزيلة المركز.